ركله جزاء مع الدقيقه 84 ولا ليه لازمه. كل ده خبرات ايه بقى؟ يعني ما فيش ولا ليه لازمه. ده برضه نور السيد، برضه نور الكابتن اللي بيحمل شارة القياده، العصبيه بتبقى معاه ليه ما نعرفش. نهدى تماما عادي، مباراه كره قدم ومع اشقاء وضربه جزاء، واللي اغتصبها حكم مباراه يعني مباراه محمد حسين قال انها فيها لمسه يد لمحمود حمدي. هي جايه في توقيت صعب طبعا بالنسبه لمنتخبنا، انه يعني كان بيمني النفس اخر 5 دقائق يخلص من المباراه ويصعد للمباراه النهائيه، لكن لا، لسه في كلام والمباراه فيها كلام. وحكم اللقاء رايح تاني عمرو مرعي يتكلم مع فين. لهنا دور بقى الكابتن محمد عمر لازم يتدخل، لازم يقول عبد العزيز المقبالي مع الدقيقه 85 من ركله جزاء، لا يعني ملوش اي معنى اللي بيحصل ده، ولا ورايح عمرو ياخد الكوره ورايح، يا سلام، يعني اتقلبت مباراه ايه ده؟ ولا ليه لازمه الكلام ده خالص، ولا ليه منطق ولا علاقه له بكره القدم ولا بالرياضه ولا بالتنافس الشريف. ارجع مكانك عواد. فيها كلام ده احمد الشيخ بيقول له خلاص يا كابتن، لكن بينادي على رجب بكار وهيدي له انذار. يعني ما فكرناش طب لما ان شاء الرحمن تنتهي المباراه بالصعود